قررنا نرجع نكملكم بسلسلة قصص الأنبياء. وبما أنه عملنا لكم قصة سيدنا آدم عليه السلام، روحوا شوفوها. قررنا نكملكم بهي السلسلة. فهو سيدنا آدم أكيد له ذرية وأبناء، ويعني كلياتنا أبناء سيدنا آدم. فاليوم قررنا نبلش لكم بقصة أول ابنين لسيدنا آدم وأول جريمة قتل على وجه البشرية. يلا خلونا نبلش. وما أول اسمين لأولاد سيدنا آدم؟ اسمهما قابيل وهابيل. تعالوا نقص عليكم قصصهم كما ذكرت في قرآننا الكريم. وكيف كان الناس يتزوجون في زمن سيدنا آدم؟ كانت حواء تلد في بطن الواحد ذكرا وأنثى، ولم يكن هناك في ذلك الزمان، لم يكن عندهم شرع، لا يوجد أقارب لكي يتزوجوا منهم. فكانت حواء تلد في البطن الواحد ذكرا وأنثى، فكان الولد الذي من البطن الأول يتزوج من الفتاة التي في البطن الثاني، والولد الذي في البطن الثاني يتزوج من الفتاة الذي في البطن الأول، وهكذا. وولدت أمنا حواء في الحمل الأول ولدا اسمه هابيل وأختا له، وولدت في الحمل الثاني ولدا اسمه قابيل وأختا له، ولكن أخت قابيل كانت أجمل بكثير من أخت هابيل. فإذا البنت الجميلة ستكون من نصيب هابيل، والبنت العادية ستكون من نصيب قابيل. وماذا بعد ذلك يا حلا؟ والمفاجأة أن قابيل لم يقبل من الزواج من أخت هابيل، وقرر أن يتزوج من أخته التي معه في نفس الحمل. فذهبوا إلى سيدنا آدم عليه السلام، ولكنه لم يوافق. وكيف سيدنا آدم حل هذه المشكلة؟ قرر سيدنا آدم أن يهون على أبنائه، فقال لهم: كل منكم يقدم لله قربانا، والشخص الذي يتقبل قربانه الله يختار من يتزوج. وكيف كان الناس يقدمون القربان في ذلك الوقت؟ كانت طبيعتهم في ذلك الزمان إذا أراد شخص أن يقدم لله قربانا يأخذ هذا القربان ويضعه على رأس جبل أو أي مكان عالي، ثم القربان الذي يتقبله الله تأتي نار من السماء وتحرقه. هذا يدل على أن الله تقبل هذا القربان. شوقتني يا حلا، وماذا حدث بعد ذلك؟ كان قابيل رجلا يعمل بالزراعة، فاحتار ماذا يقدم لله تعالى، ليس لديه غير الزرع والطعام، فاختار أسوأ أنواع الطعام وأرداه كي يقدمه لله عز وجل. فهذا يدل على ضعف إيمانه، لأنه لم يختار شيئا جيدا لله تعالى، بل قدم أسوأ ما عنده ووضعه على رأس الجبل. وماذا عن هابيل؟ هابيل كان رجلا راعيا يعمل في رعاء الأغنام، فاختار أسمن كبش عنده وقدمه لله تعالى ووضعه على رأس الجبل. فهذا الفرق يا أصدقائي بين الإنسان الذي يقدم أفضل ما عنده ليرضي الله تعالى، والإنسان الذي يقدم أسوأ ما عنده لرضا الله تعالى. ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فاحرصوا إن أردتم أن تنفقوا شيئا في سبيل الله أن يكون أفضل ما لديكم. ومن الذي تقبل الله قربانه؟ بينما الأخوان جالسان ويدعون ربهم وينتظران على الجبل، فإذا بالنار تنزل وتحرق الكبش الذي قدمه هابيل وتترك الطعام. فبدأت علامات الغل والحسد والغضب تنتشر على وجه قابيل، وقال لأخيه هابيل: لأقتلنك حتى لا تتزوج أختي. فرد عليه هابيل: إن الله يتقبل من المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. حلا، وماذا حدث بعد ذلك؟ مرت الأيام ومرت الشهور، وقابيل يترصد الفرصة حتى يقتل أخاه هابيل، مع العلم أن هابيل كان أقوى من قابيل وأشد بنية منه، ولكن الإيمان والتقوى منعه من أن يتجرأ على أخيه هابيل أو يقترب منه. مرت الأيام ومرت الشهور، وقابيل ما زال يترصد الفرصة كي يقتل أخاه. وفي يوم من الأيام قابيل تأخر هابيل في الرعي، فقال سيدنا آدم لقابيل: اذهب فانظر
أين تأخر أخوك؟ فقال هذه فرصتي. فذهب يبحث عن أخيه هابيل فوجده نائما، مع العلم أن قابيل لم يشاهد أي جريمة قتل في حياته، لأنها لم تحصل جرائم قتل في ذلك الزمان. ربما شاهد حيوانا يفترس حيوانا، ولكن إنسان يقتل إنسان لم تحدث أبدا. شوقتني يا هلا، وماذا حدث بعد ذلك؟ وبعدما ذهب ورأى أخوه نائما على الأرض لم يعرف كيف يقتل، فهو لم يشاهد جريمة قتل أبدا. فإذا بصخرة كبيرة تكون بجانبه، فأخذها ورماها على رأس هابيل، فمات هابيل مباشرة. هابيل يسمع تهديد قابيل له ويقول له أنا لا أفكر في قتلك، إني أخاف الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. صدق الله العظيم. كان هابيل دائما يريد تذكير قابيل بالله ويريد تخويفه بالنار، ولكن هل نفع هذا معه؟ لم ينفع معه شيء، ولكن احتل الغل والحسد قلبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. صدق الله العظيم. قتل أخيه. هل هناك شخص يقتل أخيه من أمه وأبيه إلا من خبثت نفسه وسولت له نفسه الحرام فقتله فأصبح من الخاسرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إياكم ثم إياكم أن تخترعوا معصية أو أن تؤلفوا معصية والناس يقلدونكم من بعدها فذنبها في رقبتكم إلى يوم القيامة. ماذا فعل قابيل في جثة أخيه هابيل؟ قابيل الآن جالس لا يعرف ماذا يفعل بالجثة، كيف يخفيها وكيف يخفيها لكي لا يكتشف أباه الأمر. فهنا كانت المعجزة والمفاجأة. بعث الله غراب، ومن عادات هذا الغراب أنه يسرق ويخبئ ما يسرقه، كأنه يخفي ما يفعله. فبعث الله مع هذا الغراب غرابا آخر، وجلسا يتشاجران ويتقاتلان حتى مات واحد منهم. فالغراب الثاني جلس يدفن الغراب المقتول. فنظر قابيل إلى الغراب وقال غراب يستطيع أن يخفي جريمته وأنا لا، أي ندامة أنا فيها. وتذكر هو نادم على أنه لم يستطيع إخفاء جريمته مثل ما فعل الغراب. لو أنه نادم على قتل أخيه لكانت توبة، ولكنه لم يندم على قتل أخيه، بل ندم على أنه لم يستطيع إخفاء جريمته مثل ما فعل الغراب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتاه عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. فعلمه الله عز وجل عن طريق الغراب كيف يدفن الإنسان في الأرض بعد الموت، وكانت سنة الله في الأرض إلى يومنا هذا، وأول من دفن هو هابيل. وظلت هذه الجريمة آثارها سائدة إلى يومنا هذا، وكل جريمة قتل تحصل فهي في ميزان هذا الأخ الذي قتل أخاه. ولكن القضية هي أن من قتل شخصا ولو واحدا كأنه قتل الناس كلها. كم من مدني الآن يقتل، وكم من مظلوم وطفل يقتل، وكم من شيخ وامرأة وطفل وعجوز ومريض يقتلون بلا ذنب حتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن قتل نفس بغير نفس أو فسادا في الأرض
كأنما قتل الناس جميعا. صدق الله العظيم. الله أكبر، لو أنك قتلت إنسانا بغير حق كأنك قتلت الناس جميعا. ولذلك أصدقائي فالقتل هو من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله. وما العبرة في هذه القصة يا حلا؟ انظروا إلى الحسد أين أوصل البشرية، جعله يقتل أخاه. هل تعرفون لماذا تقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل؟ لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين. وفي ختام هذه القصة أصدقائي نريد إخباركم بالعبرة. العبرة هي أن لا نحسد أحدا على خير آتاه الله إياه، بل نتمنى له كل خير. فإذا تمنينا الخير لأحد فيكافئنا الله بخير أكبر منه بكثير. ولهذا لا يجب أن نحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. وهيك بتكون خلصت القصة. لا تنسوا تكتبوا لنا بالتعليقات مين تعرف عليها القصة هلأ ومين كان بيعرفها من قبل، واكتبوا لنا رأيكم فيها، ومين تتوقعوا قصة النبي اللي بعدها. ولا تنسوا تعطونا لايك وشير وسبسكرايب. إذا أنتم استفدتوا من القصة قولوا لرفقاتكم يحضروها.